لقاء موعد مع المشاهير، والنهاردة معنا فنان من نجوم الزمن الجميل، الفنان إبراهيم عبد الرازق، فتوة السينما المصرية. نبذة سريعة مختصرة وأهم أعماله. قرب يا جدع، تعالي يا صبية. غوايش نظرية سحرية وقاعدها معاه، لو كان متهوم هياخدوه. مين قالك بقى انه متهوم؟ تاريخ الميلاد: ولد يوم 18/5 عام 1942، وهو من مواليد محافظة الدقهلية. ولد في قرية كفر الترعة مركز شربين، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية، ولم يكمل مشواره في التعليم، حيث كان يهوي الفن منذ الصغر، وكان يشارك كبطل في مسرحيات مسرح المنصورة القومي في الستينات. ثم انتقل إلى القاهرة وبدأ يمثل في فرقة شربين المسرحية، ثم فرقة المنصورة، ليشارك في العديد من المسرحيات، وشارك في عدة أعمال سينمائية في السبعينات والثمانينات، وفي الدراما التلفزيونية في أدوار ملحوظة حتى وفاته في أواخر الثمانينات. وكانت له بصمة جميلة أمام الكاميرا، حيث جسد دور الشر في أغلب أعماله بإتقان شديد وأداء رائع، كما رأينا في أغلب أفلامه بتاع الفتوات: فيلم سعد اليتيم عام 1985، وفيلم المطارد عام 1985 أيضا، وفيلم أزواج طائشون عام 76، وفيلم عنتر شايل سيفه عام 83، وفيلم المخطوفة عام 1991، ومسلسل غوايش عام 1986، وفيلم فجر الإسلام عام 1971. قدم 33 فيلم و11 مسلسل وأكثر من 5 مسرحيات. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن فتوة السينما المصرية، الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق، الذي رحل عن عالمنا يوم 29/1 عام 1987، وهو بيأدي دوره على المسرح في مسرحية كعبلون. رحم الله الفنان إبراهيم عبد الرازق.